السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شخصيا أنا جدا بحب أرتاح وبحب الكلام مع الناس اللي يقعد يضرب لك مثل بآية أو حديث، وتلاقي كمان الأحلى والأجمل كل كلام يقول لك كل شوية كده يقول لك صلي على النبي. الكلام مع الناس دي بيبقى مريح جدا نفسيا، سبحان الله، وحوار جميل، وكمان بيقنعك بأسلوب وطريقة الصحيحة. احنا ملناش يا اخواننا غير قرآن وسنة. يعني لما اقول لك القرآن قال كذا يبقى خلاص فاستقم كما أمرت. انما اقول لك فلان قال، اصل انا سمعت، اصل بيقولوا، اصل بيعيدوا. الكلام ده لا اساس له من الصحه. فبصراحه مفيش اجمل من انك تتكلم مع الناس دي، ومفيش اجمل انك كمان تتكلم بهذه الطريقه. لما تجي تتكلم مع حد تقنعه بايه يا بحديث، وكمان الصلاة على النبي تبقى محفوفة كده. ولما تسمع كلمة صلي على النبي دي ما تهزش راسك أو تقعد تركز لي في الكلام ومش عارف ايه. لا، أول شيء تصلي على النبي بالصيغة الجميلة، وأن تقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالصلاة على النبي هي مفتاح وتفريج الهموم والكروب وغفران الذنب إن شاء الله. فبصراحة الناس اللي هي بتتكلم بطريقة دينية وبطريقة فيها قرآن وحديث وأمثلة جميلة، بصراحة حاجة جميلة جدا وناس مريحة. أنا شخصيا بحب أتكلم مع هؤلاء الناس يعني بهذه الطريقة، وبرتاح جدا. وزي ما قلت لك في نهاية الحوار ببقى اقتنعت تماما، وما عنديش مشكلة إن أنا أقعد معاك تمام تاني طالما أسلوبك جميل ومقنع بهذه الطريقة. والنصيحة الأخيرة ليك، طريقة الكلام وأسلوب الكلام أهم من الكلام نفسه.